يا مساء الفل والجمال، أهلا وسهلا بيكو، معاكو نهلة فؤاد وانت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5. فاكرين لما قلنا إن أول دخل جانبي مش بيغير حياتك، بيغير تفكيرك؟ النهاردة بقى نيجي للسؤال اللي كل الناس بتسأله بعد الحلقة اللي فاتت: أبدأ بإيه؟ واختار إزاي وأنا أصلا موظف 8 ساعات؟ خليني أقولك إن أكبر غلطة بتحصل إن أول ما حد يفكر في دخل جانبي بيفتح السوشيال ميديا ويشوف تجارة، مشروع، بيع، استثمار، ويحس إنه متأخر جدا وإن الموضوع كبير عليه. مش كل اللي نافع لغيرك ينفع لك على فكرة. خلينا اديك قاعدة ذهبية وانت بتختار دخلك الجانبي: الدخل الجانبي الصح هي حاجة قريبة منك مش بعيدة عنك، يعني مش محتاج تتعلم من الصفر، ولا محتاج رأس مال، ولا محتاج وقت يكسرك. طب خلينا نقسم الدخل الجانبي لموظف شغال 8 ساعات ل3 أنواع بسيطة. النوع الأول وهو دخل من مهارة عندك، زي كتابة أو تنظيم أو تصميم أو حسابات أو شغل إداري أو حتى متابعة سوشيال ميديا. لو بتتعلم حاجة في شغلك فأنت تقدر تعملها لحد تاني. تاني نوع وهو الدخل من وقت فاضي، 2 ساعات في الأسبوع، وقت بعد الشغل، يوم أجازة، مش مطلوب كل يوم، المهم الاستمرار. تالت نوع وهو دخل من حاجة موجودة أصلا، لابتوب، موبايل، إنترنت، خبرة بسيطة أو علاقات محدودة. مش محتاج تبدأ من الصفر، انت واقف على أرض أصلا. خلينا اديك مثال: ممكن خدمة بسيطة أونلاين، أو مساعدة حد في شغل، أو ترتيب بيانات، أو متابعة مهام، أو شغل حر بسيط. ولا تجارة، ولا تخزين، ولا مخاطرة، ولا التزام مرعب. بس أهم حاجة وأكتر حاجة بتضيع الناس إنك تحمل نفسك أكتر من طاقتك. الدخل الجانبي مش سباق ولا اختبار قوة ولا إثبات للذات، هو خطوة صغيرة بس ثابتة. اختار الدخل الجانبي اللي ما يضغطكش، ما يكرهكش في شغلك، ما يخليكش تحس بالذنب، ولا يسرق حياتك. الدخل الجانبي الصح بيخدم حياتك ما بيستهلكهاش. أول ما يبدأ يطلع مبلغ حتى لو بسيط من شغلك الجانبي هتحس بحاجة مختلفة، هتحس براحة وثقة وإحساس إن عندك بديل، مش لأن الرقم كبير، لكن لأنك مش محبوس. وأنسب دخل جانبي لموظف مش أغلى ولا أشهر ولا أصعب، هو أقرب وأهدى وأذكى، ومن غير ما تسيب شغلك ولا تحرق نفسك ولا تعيش تحت ضغط. في الحلقة اللي جاية هقولك على أول خطوة عملية تبدأ بيها من بكرة، ولو ما عندكش أي فكرة أصلا. أنا نهلة فؤاد ودي كانت خلاصة النهاردة. استناني كل تلات وجمعة، وما تنساش تعمل لايك وتشترك وتفعل الجرس عشان تكمل معايا الرحلة. وافتكر دايما شعارنا: أفكار مركزة في وقت محدود. وأشوفكم الحلقة الجاية.